كانت أول حضارات العالم العظيمة التي انبثقت للوجود على ضفتي نهر النيل. إنها مصر بكل مجدها العظيم. ما زالت لمحات من تلك الأزمنة القديمة توجد اليوم بكثرة، أحيانا تكون ضخمة بنيت ليراها الجميع، لكن في الأغلب تكون أصغر حجما ومخبأة. وربما كانت كلها ستختفي بلا أثر لو لم يكن المصريون مهووسين بالموت وبحفظ ما كان حيا في وقت ما. بالنسبة للمصريين كانت الحياة الأخرى حقيقية تماما مثل هذه الحياة. الروح في رحلتها كانت تحتاج لطعام ومأوى وصحبة، لذا ملأ المصريون مقابرهم بالهدايا والتحف التي عكست رحلة الروح الدنيوية. ما زال لدى تلك المقابر روايات لتحكيها إذا تم العثور عليها. في جنوب الدلتا بالقرب من ضفاف النيل يوجد مكان اسمه سقارة. هنا ومنذ حوالي 5000 عام تقريبا بنى المصريون أول أهراماتهم ليضم جثمان الفرعون على هيئة سلالم تتجه نحو السماء. في القرون التالية رقد المصريون بالآلاف في قبور سقارة، وكان أحد أفضل الأماكن فوق هضبة لها إطلالة شامخة على وادي النيل. خلال المملكة الحديثة عندما كانت الإمبراطورية المصرية في أوجها وكان الناس المقربون من الفرعون يريدون أن يدفنوا هنا، وهذا ما حدث. قل لي اليوم يتم استخراج رفاتهم ومومياواتهم. كان الأثري الفرنسي آلان زيفي يشرف على الحفريات طوال العقدين الماضيين. لو أخبرني شخص منذ سنوات أنني سأقضي كل تلك الشهور والسنين هنا ما كنت سأصدقه. أحيانا ما يتساءل المرء عما يفعله هناك، يلعب بالرمال ويفعل أشياء كهذه بينما لم يعد طفلا، لكني أدركت فجأة أنني كنت أفعل ما أحلم به بالضبط. لكن حلم زيفي بدأ ككابوس. أول غرف اكتشفها كانت تمتلئ بمومياوات القطط، الآلاف منها، بقايا عبادة هذا الحيوان التي ازدهرت خلال آخر الأسر المصرية، حيث كان يتم تربية القطط والتضحية بها بالملايين. لكن فريق زيفي عثر أيضا على ما هو أكثر من القطط. عثروا على بئر تؤدي لأسفل كانت تعج بأشياء من الماضي. ظلوا يحفرون ويحفرون خلال طابق تلو الآخر، ثم عند عمق حوالي 21 مترا عثروا على شيء. بين الحطام المبعثر عثروا على آثار تدل على أنهم بعد سنوات من الحفر وصلوا لغرفة الدفن. من بين الآثار وعاء كان يحتوي على الأحشاء الداخلية والأعضاء الحيوية، وعثروا على غطائه. كان الوعاء مصنوعا من الرخام، لكن الكثير مما عثروا عليه لاحقا كان مصنوعا من الذهب. كل تلك الكنوز والكثير غيرها كانت مدفونة مع مسؤول رفيع المستوى خدم في فترة حكم الفرعون إخناتون. لقد عثر زيفي على أول رجل نبيل له من المملكة الجديدة. لقد حان وقت البحث عن المزيد. ذهب فريق زيفي للعمل خلف الهضبة. استغرق الأمر سنوات للكشف عن متاهة الممرات والآبار والغرف التي تم تجويفها في الحجر الجيري خلال المملكة الجديدة. خلال الحفريات عثر فريق زيفي على مقابر أخرى لأثرياء مصر ومشاهيرها.
عثروا لتوهم على قبر آخر. كل غرفة تخبرنا بشيء، لكن الأخبار ليست مكتوبة دائما، لكنها مكتوبة هذه المرة. كانت هناك رمال، وكان هناك مصباح صغير معي، ثم رأيت السيدة. إنها صور للسيدة تزين جدران ضريحها، حيث أتى الأصدقاء والأقارب لتكريمها. لابد أن جثتها دفنت في مكان أعمق من القبر. عندما كشف الأثريون عن المزيد من الجدران، ظهرت للنور المزيد من الصور. كل شيء يوحي بأنها كانت سيدة ذات نفوذ. سرعان ما أدركت أن هذه المقبرة كانت لسيدة. هذا استثنائي جدا، لأن هذه المقبرة ضخمة، لذا فلا بد وأنها شخصية بارزة. ومما يدل على التقدير العظيم لها، كانت تحمل ألقابا عديدة. كنت أبحث عن اسم ووجدته هنا: المرضعة التي غذت لحم الإله. ترجم زيف اسمها وكان مايا، وسرعان ما عرف سبب منزلتها الرفيعة. في إحدى الصور كانت مايا بمواجهة شاب يرتدي تاج الفرعون. كان ذلك هو الإله الذي أرضعته مايا. كان اسمه توت عنخ آمون، لكننا نعرفه اليوم باسم الملك توت. ظل اسمه شائعا منذ عثر الأثري البريطاني الشهير هوارد كارتر على الكشف الأثري الثمين لذلك القرن في وادي الملوك. في 26 من نوفمبر من عام 1922 أدخل كارتر شمعة عبر باب ظل مغلقا طوال 3000 عام، وحظي بإثارة عمره، فقد عثر على غرفة الدفن لأحد فراعنة الأسرة الجديدة الذي مات عن عمر ناهز 20 عاما. لكن على عكس معظم المقابر الملكية التي عثر عليها في الماضي، لم تكن تلك المقبرة منهوبة. في غرفة بعد أخرى كان هناك عرض لكنوز تفوق الخيال بانتظاره. دفن توت عنخ آمون في 3 توابيت ذهبية، وبداخلها كان قناع من الذهب الخالص. وعلى مقربة كان هناك تمثال ذهبي للملك الشاب. على عرش ذهبي صورة للملك توت مع عروسه الطفلة، ربما كانت أخته غير الشقيقة. اكتشاف كارتر لمقبرة الملك توت وكل كنوزها عرفنا الكثير عن وفاة ذلك الملك الصبي، لكن كان هناك دائما غموض يحيط بميلاده. كان غالبا ابن إخناتون الفرعون الذي عبد الشمس فقط، بدلا من جمع الآلهة التقليديين. أنجب إخناتون وزوجته نفرتيتي 6 بنات، نرى بعضهن هنا يزحفن إلى أبويهن، لقطة عائلية من الماضي. لكن توت الصغير لا يظهر أبدا في صور الأسرة. هذا يعني أن أمه كانت غالبا زوجة هامشية ماتت أثناء الولادة. لابد إذن أن الفرعون الرضيع كان بحاجة لمرضعة، وواضح أنه حصل على مرضعة بالفعل، السيدة مايا، والتي من المؤكد أنها كانت عضوة في دائرة اهتمام الفرعون الشخصية. المرضعة الحقيقية ليست مجرد مربية، وإنما سيدة في البلاط الملكي، لأنها بمنح حليبها كانت تغذي الإله الملك. بالطبع لا يستطيع أي شخص عمل ذلك. الأمر المدهش هو شعور الحب الذي تشعر به بين هذين الشخصين، وخاصة من جانب المرأة تجاه الملك. يتملكك الشعور بأنه كان هناك حب جارف بين الملك ومرضعته. وبالحكم على المقبرة الرائعة التي بناها لها، فإن الملك الصبي كان يبادلها الحب.
بينما كان المزيد من نبلاء المصريين يدفنون بالقرب من النيل أكثر من أي مكان آخر، كان الناس الذين يخدمون الفرعون على أطراف الإمبراطورية يحتاجون لمقابر أيضا، حتى ولو كانوا متمركزين في وسط الصحراء. دكتور زاهي حواس رئيس هيئة الآثار المصرية المسؤول عن كل ما هو قديم، إنه في طريقه للواحات البحرية التي تبعد 5 ساعات بالسيارة عن القاهرة. طوال 4000 عام كانت الواحة جزيرة من الخضرة في بحر من الرمال، وهي اليوم لا تختلف كثيرا ما عدا القرية الحديثة التي حلت محل المستعمرة القديمة. بعد الملك توت بحوالي 700 عام، عندما بدأت الإمبراطورية المصرية في التدهور تدريجيا، كانت هذه الواحة مركزا زراعيا مزدهرا، لذا كانت النقود متوفرة بكثرة لإنفاقها على بناء المقابر الفخمة. يدرك أهل البلدة المحليون جيدا أنهم يعيشون فوق أماكن غنية بالتحف القديمة، وقد توصلوا لطريقة مبتكرة للحصول عليها. عندما تأتي إلى قرية كهذه يمكنك سماع الشائعات. إذا كانت هناك مقبرة فإن ذلك يعني كنزا، يعني الذهب. هذا الحديث ينتقل من شخص لآخر إلى أن يصبح حديث البلدة، ولهذا أرادوا بناء منازلهم فوق كنوز الفراعنة. المنزل المبني مباشرة فوق مقبرة كان يمنح لمالكه الفرصة ليحفر في قبو منزله في أي وقت يحتاج فيه إلى شيء يبيعه في السوق السوداء المتعطشة للآثار. استمر هذا العمل حتى يومنا هذا، ويريد زاهي حواس منعه، لذا اتخذ قرارا أثار الجدل بهدم بعض المنازل. كان قرارا اتخذته لأن علينا أن نحمي هذا الموقع، وفي نفس الوقت علينا أن نهدم أي منزل لتأمين الآثار، وهذا ما يجب على الناس أن تعرفه. تستمر الحفريات تحت القرية الحديثة باستخراج آثار من فترة متأخرة في التاريخ المصري. عندما بدأت اليونان تظهر كقوة صاعدة، هذه المقبرة المرممة تعود إلى عام 600 قبل الميلاد أثناء الأسرة 26. لم تعد مصر قوة عظمى في المنطقة. كان نفوذ الفرعون قد بدأ يضمحل، وقوة المسؤولين المحليين قد زادت، خاصة في المواقع البعيدة المزدهرة مثل واحة البحرية. تمكن هؤلاء الناس من بناء هذه المقابر الجميلة لأنهم كانوا أثرياء. إذا نظرنا لحجم المقبرة والمناظر المنقوشة عليها سنلاحظ أنها مساوية لأي مقبرة في وادي الملوك. أحد مصادر ثروة الواحات البحرية كان نبيذا مصنوعا من التمر، وكان مطلوبا في كل أنحاء عالم البحر الأبيض المتوسط. كان جمع التمر وتصنيعه يدر مالا وفيرا، وكان يمكن جني مال أكثر بنقل النبيذ لأسواق في الشمال الشرقي. كل شهر على الأقل تنطلق قافلة كبيرة من الحمير بدءا من هنا، ربما حوالي 300 كيلومتر من الواحات البحرية إلى وسط مصر. إنها رحلة شاقة، لكن يجب أن تفكر أن نهاية الرحلة سوف تجلب الثروة. من الناس الذين أصابوا الثراء حاكم الواحات البحرية، وهو نبيل آخر خدم الفرعون. تم اكتشاف مقبرته عام 1999. زودتنا النقوش الموجودة على جدران المقبرة بمعلومات جديدة عن دور حاكم المقاطعة، بينما كانت الإمبراطورية تقترب ببطء من نهايتها. يبدو أن هذا الشخص رأى أنه مساو للفرعون تقريبا.
مكتوب هنا أنه كاهن إيزيس وأوزوريس، وأن اسمه زيد خونس أوف عنخ، وأنه أمام الإله الأعظم. ويظهر هنا أنه سيكون ملكا في الحياة الآخرة، لأن أوزوريس يحمل أدوات الحاكم هنا. يمكننا تخيل زيد خونس أوف عنخ وهو يدخل المعبد مرتديا ملابس الكهنة. إنه قادم للقاء الإله بمفرده. إنه يدخل هذا الظلام، يشعل البخور ويقدم القرابين للآلهة، وفي نفس الوقت تمتلئ مائدة القرابين بالتين والتمر، لأنه يريد إسعاد الإله، لأنه حلقة الوصل بين الناس والإله. يبحث حواس عن مقبرة زوجة الحاكم. داخل المقبرة يكتشف حواس اكتشافا أقلقه. يبدو أن لدينا مشكلة كبيرة هنا لم أتوقعها من قبل. هذه الفتحة التي أعتقد أن سارقي القبور دخلوا منها في العصر الروماني وسرقوا معظم القطع. لذا ربما لن نجد أي شيء في هذه الغرفة، وهذا مؤسف جدا، لأننا نريد معرفة وظيفة هذه الغرفة. نحتاج للعثور على بعض التحف لنعرف فيما كانت هذه الغرفة تستخدم. لكن اللصوص لم يأخذوا كل شيء. دائما عندما كانوا ينهبون مقبرة، خاصة إذا لم تكن لها قيمة ملحوظة. رخام. يقوم زاهي حواس ببعض من عمليات الحفر، ويكافأ على مجهوده في النهاية. هذا جميل. إنه غطاء وعاء كانوبي صغير من النوع الذي يدفن مع المومياء. لم تكن لها قيمة بالنسبة للص. بالنسبة لدكتور حواس يعني هذا أنهم ربما اقتربوا من العثور على زوجة الحاكم. في سقارة ما زال ألان زيفي يبحث عن السيدة المفقودة، لكن لا يمكن العثور على غرفة دفن مايا، ويستمر بالعثور على القطط. معظم القطط دفنت هنا في فترة متأخرة جدا من التاريخ المصري، تقريبا في الوقت الذي كانت فيه كليوباترا ملكة ويوليوس قيصر يحكم روما. كانت الإمبراطورية العظيمة للأسرة الحديثة من الفراعنة قد أصبحت ذكرى بعيدة وقتها، لأن المصريين كانوا يعيشون تحت الحكم الأجنبي. كانوا يجدون العزاء في الطوائف الدينية التي تطلب التضحية بالحيوانات. أحد أشهر تلك الطوائف كانت مكرسة للإلهة باستت، إلهة القطط. بينما يتم الكشف عن المزيد والمزيد من مومياوات القطط، يقرر زيفي أن الوقت قد حان لإلقاء نظرة عليها عن كثب من الداخل للخارج. هذه المهمة تقع ضمن اختصاص خبراء من مجال آخر، طبيب الأشعة مارتن وأيضا روجر ليتشنبرغ. أول شيء تكشفه الأشعة هو كيفية قتل القطط. هذه القطة لها ندبة جميلة جدا. لم تدمر الجثة، لم تمت بضربها على رأسها، بل بلي العنق. أرأيت؟ كانت طائفة القطط لعبادة باستت في أوجها في مصر في السنوات التي أعقبت فتح الإسكندر الأكبر لمصر في القرن الرابع قبل الميلاد. بينما سعى الناس لرضا الآلهة
أدار كهنة باستت عملا رائجا: تربية القطط وأيضا تحويلها لقرابين. إنها قطة كبيرة، لكنهم لم يجرؤوا على لي عنق أضخم القطط. كان عليهم ضربها على رأسها. كانت هذه قطة جميلة جدا. انظروا، جميلة جدا. بعد قتل القطة كانت تمر بالتحنيط. إنها العملية المصرية القديمة التقليدية. حنط الكهنة أجسامها ولفوها في الكتان. ثم أخيرا كانوا يضعون المومياء في إحدى المقابر المعاد استخدامها. بالطبع كان كل العمل الذي يقوم به الكهنة مقابل أجر، وكان الزبائن عموما ما يحصلون على ما دفعوا ثمنه. لو كنت ثريا جدا وتريد إرضاء الآلهة جدا، فإنك تشتري العديد من القطط معا. لكن الأشعة توحي بأن الكهنة أحيانا ما كانوا يخادعون. هذه مومياء أيضا، مومياء صغيرة، لكنها ليست مومياء كاملة. لقد وضعوا عظمة واحدة بداخلها، أو أنها ليست جثة كاملة. أهي جثة كاملة؟ كومة من العظام. إنها مجرد كومة من العظام، مجرد كومة عظام. كانت ربع المومياوات مزيفة، لا يوجد شيء داخل اللفائف. لكن ما إذا كانت تلك عملية نصب من جانب الكهنة أو لندرة القطط، لا أحد يعلم حقا. بينما يتم فحص مومياوات القطط، يقوم باتريك ديلوز عضو آخر بفريق زيفي بعمل فحص شامل للموقع. لا يمكننا رؤية هذا الموقع من الخارج فقط، يجب أن نتخيل ونرى كيف يكون من الداخل. والآن نلقي النظرة الأولى. يتم قياس كل غرفة بدقة وتحديد موقعها داخل مجمع المقابر بالضبط. لدينا أروقة وآبار ومعابد صغيرة، وأحيانا مقابر لها عدة مستويات. إنه تخطيط معقد جدا جدا من المقابر، وآثار تحت الأرض مخفية هناك. هذا أمر يصعب تخيله جدا من الداخل. من المقاسات يمكننا إعادة تكوين ما كانت مقبرة مرضعة الملك توت. ستبدو عليه عندما تم بناؤها. أوضح معالمها هي حجمها ومدى تعقيدها. بينما يستمر البحث عن غرفة دفن مايا، عثر فريق زيفي على مدخل مقبرة أخرى على بعد بضعة أمتار. بدأ العمال بإبعاد الرمال والحجارة ليبدأوا حفرية ستستغرق معظم الموسم. حتى ذلك الحين لا يوجد شيء يمكن عمله سوى الانتظار. على بعد حوالي 350 كيلومترا إلى الغرب في الواحات البحرية، فإن البحث عن زوجة الحاكم أتى بثماره. عثر عمال زاهي حواس على تابوت آخر تحت الأنقاض. وكما كان حواس يتمنى، كان تابوت زوجة الحاكم واسمها نايس. للوهلة الأولى بدا أن مخاوفه من أن المقبرة تم نهبها بوقت ما في الماضي قد تأكدت. لكن عندما تم فحص رفاتها بالتفصيل ظهرت قصة أخرى.
تم العثور على أكثر من 100 قطعة أثرية ومعظمها من الذهب. هذه بعض الكنوز التي عثرنا عليها وهي جميلة جدا. مثل هذه كانوا يضعونها على الأظافر هكذا. كانت نايس جميلة حقا، وحاولت تغطية جسمها بالذهب حتى تستطيع العيش بسعادة في الحياة الأخرى. وهكذا وجدنا العديد من القطع الجميلة من هذا، والتي يبدو بعضها على شكل جعارين بالنسبة لي، لكن هذه القطعة هي المثيرة. لقد فتحوا المقبرة من الجانب وأخذوا كل شيء داخل الجثة من هنا. هنا يغطون المومياء بقطعة من الذهب. هذا جميل حقا، وهذه القطعة ثقيلة، وكانوا يضعونها تحت اللسان. وهذه قطعتي المفضلة والتي أحب النظر إليها حقا. إنها تضع اسم الملك في قلبها لأنه حامي مصر. في سقارة عثر عمال زيفي على شيء رائع تحت الرمال. بناء مستطيل بني من آلاف السنين أمام الهضبة مباشرة. إنه معبد، جزء منه مبني وجزء منحوت في الصخور. المفاجأة الكبيرة هي حالة هذا الحائط، إنها ممتازة حقا، لذا رفعت الستار. إنه ليس عرضا مسرحيا، سبب وجود الستار هنا ليس لتقديم عرض، وإنما لحمايته من الغبار والزوار وكل شيء، لكنه بالطبع يجعله أكثر روعة، ويمكنكم رؤيته الآن. آسف، جزء كبير من المعبد هنا، إنه رائع تماما. أيا كان من بني المعبد لأجله فقد كان شخصا مهما. كانت الغرفة كبيرة حتى بالمقاييس المصرية، ولم يبخلوا بأي نقود على الزينات. على كل جدار توجد لوحات وكتابات ونقوش، كلها تؤكد أن المقبرة لأحد النبلاء من المملكة الحديثة. كانت هناك وليمة لإشباع جوعه في الآخرة. وخدم يلبون كل رغباته. كانت أولى مهام زيفي هي العثور على اسم الرجل الذي بنيت له المقبرة. دائما ما ينتابني هذا الهاجس عندما أدخل مقبرة. أين الاسم؟ يوجد صقران، إنها علامة نيتجرويمز. هناك عدة ترجمات لهذا. أختار الترجمة: الرجل الذي ولد من إلهين. الإلهان هما حورس وست. لا يعرف زيفي اسم نيتجرويمز من كان أو الخدمات التي قدمها للفرعون. يمكنكم رؤية اسم الرجل نيتجرويمز هنا وهنا. توجد نقوش أخرى على عمود، منها أن نيتجرويمز كان رجلا مثقفا، وأنه كان ذا نفوذ ويتعلم. توجد العديد من الصفات له، مثل رجل الحكمة والرجل الذي يعرف كيف يتكلم وكيف يكتب. يراودنا إحساس بأنه كان حقا رجلا فخورا بثقافته. كانت لديه مهارة يمتلكها القليلون في مجتمعه. كان يستطيع الكتابة، وهذا بمفرده كان كافيا ليؤمن له وظيفة عالية، لأنه كان قادرا على القراءة والكتابة. المقدرة على الكتابة التي جعلته مصدرا لسلطة في العديد من المجتمعات.
بالإضافة إلى أنه شخص يجيد الكتابة في مصر. لكن زيفي يشعر أن نيد جرايمز ولا بد كان أكثر من مجرد كاتب، يستحق مثل هذه المقبرة الفاخرة. من الواضح أنه خدم الفرعون وقدم له خدمات ممتازة، لكن بأية صفة؟ بينما نترك زيفي يفكر في إجابة ذلك السؤال، تستمر أعمال الحفريات في الطرف الأقصى من الغرفة. أعتقد أن هذا جيد. على المهندس بيير فيلا أن يفرق بين الحجارة الأصلية للمقبرة والحجارة التي أضيفت لاحقا لملء الفراغات. يعي الجميع أن هناك أطنانا لا تحصى من الحجر الجيري مكدسة فوقهم. أعتقد أن الخطر علينا من الحجارة التي يمكن أن تسقط. ووزن كل حجر حوالي 9 كيلوغرامات أو ما نحوها. إذا سقط حجر على رأسك فلا أعتقد أن ذلك سيكون جيدا. العمل بطيء، يجب حمل كل صخرة باليد. مشي 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 وراك. لكنهم في النهاية يمرون ويجدون شيئا. إنه نقش للفرعون الذي خدمه نيد جرايمز، تمثال صغير للملك الذي كان عظيما في التاريخ المصري. كان معروفا باسم رمسيس العظيم. كان رمسيس من عظماء ملوك الفراعنة، حكم مصر أكثر من 60 سنة. كان أبا لحوالي 100 من الأبناء، وأشرف على أعظم نهضة للبناء في تاريخ إمبراطوريته في أماكن شهيرة مثل الأقصر وأبو سمبل. كما كان رمسيس معلما لا يكل للترويج للذات. عمل على التأكد من أن الأجيال التالية ستعرف شكله ومآثره واسمه أيضا. كون نيد جرايمز الذي يعمل لدى أعظم الفراعنة معلومة حيوية جدا، وسيتلو ذلك المزيد من الاكتشافات مع مرور الزمن. على أطراف الواحات البحرية توجد مقبرة يونانية رومانية اكتشفها زاهي حواس وفريقه عام 1996. عاد حواس ليرى كيف تسير الحفريات. بديهم كاميرا كبيرة يا دكتور. اختار الأثري المصري طارق العوضي ليشرف على العمل. تغطي المقبرة مساحة 22.5 كيلو متر مربع، مختفية بالكامل تحت أطنان من الرمال. من الواضح أننا لو حفرنا في أي مكان هنا فسنعثر على مقبرة. إذا نظرنا للأرض فسنجد في كل مكان دلائل على وجود تلال صغيرة. إذا كان هناك تل صغير به بعض الآثار كالفخار مثلا، فإن ذلك يعني وجود شيء تحته. ولذلك إذا نظرتم لهذه المنطقة ووضعتم يدكم في الرمال فستعثرون على مدخل مقبرة، ثم تبدأ بالحفريات. وأهم شيء هو أن تكون حريصا جدا لأنه توجد مومياوات بالأسفل. تم اكتشاف المقبرة بالصدفة عندما تعثر حمار في حفرة وكشف عن وجود مقبرة أسفلها. داخل المقبرة كانت هناك العديد من المومياوات، كان معظمها مذهبا وبحالة جيدة للغاية. أمر حواس بتوسيع البحث، واستمرت المومياوات الذهبية بالظهور. خلال عمل طارق في المقبرة أصبح خبيرا بالرمال بكل أنواعها المختلفة ولو اختلافا طفيفا.
الرمال تخفي المومياوات، وعلينا مقاومة الرمال لنعثر على المومياوات. يمكننا من ملمس الرمال أن نعرف ما إذا كانت تحتها مومياوات أم لا، لأن المومياء تغير طبيعة الرمال. إذا كانت الرمال باردة وداكنة قليلا نعرف أن هناك مومياء تحتها، لكن إذا كانت جافة وناعمة وساخنة فهذا يعني أنه لا يوجد شيء تحت الرمال. أحب أن أنتظر حتى تخبرني الرمال بما يوجد تحتها. حقق طارق عددا من الاكتشافات الجيدة، وحواس متشوق لإلقاء نظرة عليها. واضح أن أحدا دخل هذه المقبرة في الماضي. اللصوص الذين فعلوا ما هو أكثر من سرقة الأشياء. حاول بعض الناس الدخول وحاولوا تحطيم رؤوس كل المومياوات. هذا غريب جدا. يمكنكم رؤية كل المومياوات بلا رؤوس هنا. انظروا لمومياء الطفل هذه، إنها بلا رأس، وخلفي تم قطع الرأس، وقطعت رأس تلك المومياء أيضا. يبدو أن شخصا ربما في العصور القديمة أو العصور الحديثة كان يبحث عن شيء ما داخل المومياوات. القليل من المومياوات التي صادفوها ما زالت بحالتها، لكن معظمها تم تدميره بلا مراعاة لما كان المصريون يعتبرونه مقدسا. جاء المصريون إلى هنا ونحتوا هذه الغرفة في الصخر، وحنطوا جثثهم وأنفقوا النقود عليها. ظنوا أنهم وضعوا جثثهم بأمان في مكان كهذا، حياة أخرى جيدة، ثم يأتي شخص ويدمر هذا. عظام ورؤوس ومومياوات مكسورة. هذا أمر يزعجني ويضايقني جدا شخصيا. لكن حتى التدمير يخبرنا بشيء ما. يعتقد طارق أن من الممكن أن تكون بعض المومياوات التي بلا رؤوس نتيجة لعداوات عائلية قديمة، لدرجة أن جثث الأطفال أيضا تم قطع رؤوسها انتقاما لنزاعات منسية. في سقارة تستمر الحجارة في الخروج من المقبرة. حقق فريق زيفي كشفا جديدا ورأى نقش رمسيس مباشرة وكان مرتبطا به. وجدوا تمثالا آخر عاليا فوق التمثال الصغير للفرعون. إنها رأس بقرة بالحجم الطبيعي، الإلهة حتحور. كان زيفي في قمة السعادة. سألني ما إذا كانت عينا البقرة خضراوين أو زرقاوين، فقلت إنها مثل عينيك تماما، جميلة جدا. في أحد أشكالها المتعددة كانت حتحور حامية الموتى، وكانت موجودة هنا لتضمن للجرويمز مرورا آمنا عبر الحياة الآخرة. وجودها في المقبرة يؤكد ظن زيفي بأن نيتجرويمز الغامض لعب دورا سياسيا رئيسيا خلال فترة حكم الفرعون العظيم، وكوفئ بدفن فخم يشرف عليه حتحور ورمسيس. لكن زيفي ما زال لا يعلم ما الذي فعله نيتجرويمز ليستحق هذا. أود العثور على المزيد من النقوش. أريد أن أعرف من كان نيجرويم بالضبط. نعرف أنه كان شخص يستطيع الإنفاق على كل هذا، لكننا لا نعرف المزيد. في رحلة البحث عن مزيد من الإجابات عن هويته يسافر زيفي إلى طيبة، العاصمة المصرية القديمة.
والتي تسمى اليوم الأقصر، وهي مليئة بالآثار التي بناها رمسيس للاحتفال بنفسه. لذا من المحتمل أن نتغرويمز مذكور هنا في مكان ما. ما زالت الجدران تردد صدى إنجازات رمسيس، وخاصة انتصاراته الحربية الشهيرة. كانت معظم النقوش عن المعارك والحروب أو القتال إنه تاريخ، إنه عادي من شيمة البشر. كل حرب تتطلب عدوا، وعندما أصبح رمسيس الفرعون كان أعظم خصم لمصر هو الإمبراطورية الحيثية في الشمال. قرر رمسيس الشاب مواجهة الحيثيين في عقر دارهم. قاد جيشا مؤلفا من حوالي 20,000 رجل إلى الشمال، وقابل الأعداء خارج مدينة قادش. واحدة من أوائل المعارك في التاريخ التي بقيت عنها تقارير مفصلة. قاد جواسيس الحيثيين الجيش المصري إلى كمين. انفصل رمسيس وبضعة مئات من رجاله عن بقية الجيش، وحوصروا بالقرب من نهر أوريانتس. كان موقفا يائسا، إلى أن قامت فرقة احتياطية من المشاة المصريين بهجوم مضاد، ودفعوا بالعدو إلى النهر وأنقذوا الفرعون. عاد رمسيس إلى مصر وأعلن على الفور عن فوز ساحق. ما زالت جدران المعابد في الأقصر تمتلئ بتفاصيل مآثر الفرعون البطولية يومها، كما توجد نسخة من معاهدة السلام التي أنهت ذلك الصراع أخيرا بعدها ب16 عاما. يأمل زيفي أن تلقي هذه الوثيقة بعض الضوء على هوية نتغرويمز. لابد أن المصريين والحيثيين أدركوا أن الحرب لم تكن الحل، وأنها كانت مجرد طريق مسدود، ولعدة أسباب يمكننا التخمين لكننا لا نعرف الأسباب كلها. كانت النتيجة هي محاولة إبرام معاهدة، لكنها اتفاقية بين قوتين على نفس المستوى تقريبا. كانت المفاوضات طويلة ومعقدة، لكنها انتهت باتفاق، وبمعاهدة السلام تضمنت الشروط. انضم 3 مبعوثين مصريين إلى 3 دبلوماسيين حيثيين، وحملوا نسخة من المعاهدة إلى العاصمة المصرية. كانت تعد بأن يتحول العداء إلى صداقة. تعهد الطرفان بعدم بدء الاعتداء على الطرف الآخر أبدا، وفي حالة وقوع هجوم من طرف ثالث يشكلان معا دفاعا مشتركا. وتضمنت المعاهدة تبادل الأسرى وتسليم المجرمين الهاربين. تم نحت المعاهدة باللغة المسمارية على لوح فضي، وقدمت للفرعون، وبدوره أمر رمسيس بنحتها على جدران معابد طيبة. زيفي هنا محاولا العثور على اسم الرجل الذي قاد فريق التفاوض المصري وأعاد المعاهدة إلى رمسيس، وعثر على ما كان يبحث عنه. أرى كلمة مبعوثين، ثم بعدها ربما رأس صقر، وربما كانت جزءا من اسم نتغرويمز. يمكننا مقارنة النقوش، إنه مثل الكتاب المقدس لتلك الفترة. ها هي معاهدة السلام، وقد يكون هذا اسم نتغرويمز. هذا التأكيد مهم بالنسبة لعالم المصريات، تماما مثل اكتشاف مقبرة. صقران فوق مقياس. نتغرويمز الرجل الذي حقق السلام بين الإمبراطوريتين العظيمتين، وكوفئ بشكل مناسب في الحياة الآخرة.
إنها شخصية تاريخية يسلط عليها الضوء. هذا رائع بالنسبة لي، ربما بأهمية مقبرة حتحور أو التمثال. إنها ليست تحفة استثنائية فحسب، ولا مقبرة جميلة فحسب، بل هي تاريخ. بعد الكشف عن هوية صاحب المقبرة أخيراً، بدأ العمل لتحرير حتحور من سجنها الحجري. تقوم آن ليجي بحقن مادة لاصقة في الحجر للحفاظ على طبقات ألوان رقيقة عمرها 3000 عام. ثم في يوم ما يتم الأمر، لقد تم إعادة ترميم حتحور. هذه أجمل بقرة قابلتها أو سأقابلها على الإطلاق، أنا واثق من هذا. الإلهة حتحور على شكل بقرة ذات عينين جميلتين لكنهما حزينتين نوعا ما. بالنسبة إلي فإن هذا الخليط من البرية والرقة أمر استثنائي، وهنا حتى لو كانت مجرد بقرة فإن بها شيئا بشريا جدا. بالنسبة لآلان زيفي انتهى عمل هذا الموسم. تم العثور على مقبرة أخرى من المملكة الحديثة وإعادتها لسابق روعتها. تم التعرف على رجل آخر من رجال الملك، فبفضل الهدايا التي حملها معه إلى الحياة الآخرة معالم مقبرة أخرى يمكن إضافتها إلى المجمع الجنائزي. وفي العام القادم سيحين الوقت لإزالة طبقة أخرى من الرمال. إلى الغرب في الواحات البحرية عثر طارق على مقبرة أخرى. زاهي حواس موجود أيضا ليفحصها. أرى أجمل مومياء رأيتها على الإطلاق. القناع يجعل المومياء واقعية تماما. يبدو أنها مومياء سيدة، لأن عينيها تنظران إلينا كما لو كانت حية. أنا رجل محظوظ لعثوري على هذه المقبرة. هذا شيء لا يصدق. كل من هذه المومياوات دفنت في وقت متأخر للغاية من التاريخ المصري، حوالي 1500 عام بعد أيام رمسيس المجيدة. كانت الحضارة التي استمرت 3000 عام قد انتهت تقريبا. لكن رغم أن الثقافة التي كانت تربط الأرض والناس معا كانت تزول، ظل الهوس المصري بالموت والحياة الآخرة قويا كما كان. ما كان من امتيازات الملوك ثم رجالهم في وقت ما أصبح متبعا بين أفراد الطبقتين العليا والوسطى. الآن أصبح بإمكان أي شخص معه نقود أن يبني مقبرة وأن يدفع ثمن دفن يليق. ومعظم المقابر التي دفنوا فيها ما زالت قابعة تحت الرمال، ولكل منها قصة تحكيها وتنتظر بصبر إلى الأبدية حتى يتم العثور عليها.